يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أم المدفون الثاني أم المدفون الثالث أم المدفون العاشر؟ لعل أناسا دفنوا قبلك ولعل أناسا دفنوا بعدك. نعم أيها الإخوة الكرام، اليوم فوق التراب وغدا تحت التراب. اليوم نتنعم بالنعيم ونفتخر بالسيارات والأموال والجاه والسلطة، وغدا تأكلنا الديدان. يا ابن آدم، يا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت. يا ابن آدم، مهما طال بك العمر ومهما طالت بك الدنيا فإنك ميت، فإنك ميت، فإنك ميت. ستترك الزوجة وتترك الأولاد وتترك متاع الحياة الدنيا وتنزل إلى قبرك. فإن عملت خير كان قبرك روضة من رياض الجنة، وإن عملت غير ذلك كان قبرك حفرة من حفر النار. أيها الناس، توبوا إلى الله. أيها الناس، اخلصوا نياتكم لله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس: قلب عقيدة، قلب لا شرك فيه، قلب أبيض. نعم أيها الإخوة الكرام، وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. نعم أيها الإخوة الكرام، من الموت طالبه والدود أنيسه والتراب فراشه والقبر بيته. كيف يكون أمرك يا ابن آدم؟ فإن كنت مطيعا لله مطيعا للرسول مقتديا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يوم يأتيك الملائكة ويقولان لك: من ربك؟ فتقول: ربي الله الذي لا إله إلا هو. وما دينك؟ ديني الإسلام. ماذا فعلتم بالرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول: محمدا صلى الله عليه وسلم. قيل: وما يدريك؟ قال: قرأت كتابه وآمنت به وعملت به. فيقولان لك: انظر عن يمينك فترى الجنة أنهارها وأطيارها وتأتيك ملوحها وريحانها، فتمر عليك مر برزخ كصلاة الظهر أو كصلاة